السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة عالم هنا. فيديو النهاردة ان شاء الله عن الممبار وحشو الممبار. هنعمل مع بعض خلطة حشو رهيبة هتجيب ريحتها اخر الدنيا. طعم الممبار ان شاء الله هيبقى جميل جدا بزيادة، هتنبهروا من جماله ومن طعامته، وهتعرفي معانا ازاي بنخلي ريحته حلوة قوي، وازاي بيستوي سوا محترم. وازاي انك انت تحمريه بحيث ان يبقى اللون كله موحد زي ما انت شايفه، وازاي يبقى كلهم قد بعض كده. يعني هتعرفي كل التكات والاسرار ان شاء الله، وهتبقي استاذه ان شاء الله في عمل الايه، الممبار. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوا الفيديو عشان تستفيدوا منه. ولو انتوا جداد لسه على القناه، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديده. وما تنسوش بقى الشير واللايك للفيديو. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف طريقتنا ازاي. اول حاجه معانا حله على النار، هنحط فيها ربع كوبايه زيت، ومعانا بقى بصله مبشوره هنحطها ونشوحها تشويح بسيط كده، يعني مش هنخليها تتحرق ولا تتحمر ولا حاجه، مجرد ما تدبل بس بالطريقه دي. ومعانا كام فص توم كده بنحطهم، طبعا التوم مهم جدا، بيدي ريحه ونكهه جدا لكل الخلطات المحاشي. بنصفرها حاجه بسيطه. معانا كميه من الطماطم عصرنا ومصفينها كويس جدا، هنحطها على النار ونسيبها لحد ما ما تتسبك بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اول ما تغلي بنوطي عليها النار ونسيبها تتسبك، ونحط لها بقى الملح، معلقتين كبار ملح، طبعا الملح ده حسب كميه عصير الطماطم اللي انت بتحطيه، ومعلقه فلفل صغيره وكمون وكزبره. كل الحاجات دي احنا بنحطها طبعا لخلطات الايه، لكل انواع خلطات المحشي بالشكل ده زي ما انتم عارفين. شطه طبعا، ولو عايزه عندك بابريكا ممكن تحطي بابريكا. لو انت شايفه ان الطماطم ديت يعني مش هتدي اللون الاحمر الحلو، ممكن تحطي لها معلقتين صلصه. هنسيب بقى نسيبها على النار تتسبك، وبعدين نبتدي بقى نغسل الرز، ونقوم مقطعين كام حبايه طماطم 3 4 كده، ومعانا خضره شبت وبقدونس وكزبره، بنحط الكلام ده كله على قد كميه الرز. معانا بصلايه دي اللي من ضمن التكات الكويسه، بصله مبشوره بنحطها على على الرز وعلى الخضره. البصله دي طبعا بتدي طعم جميل جدا لخلطه المحشي، بيظهر طعم وريحه البصل في الخلطه. نبتدي احنا طبعا بندوق الملح بتاعها، بتاع الخلطة بعد ما اتسبكت. نبتدي معانا كمان 7 بهارات، بنحط شوية منهم كده قد معلقة صغيرة. طبعا السبع بهارات دي طبعا بتخلي المحاشي والخلطة المحاشي بتبقى جميلة جدا. معانا فلفل حامي زي ما انتم شايفين دوت فلفل حامي، نقطع عودين او ثلاثة، 3 قرون عليهم كده بنفس الطريقة. دوت الفلفل ده بيبقى احمى من الشطه اللي هي الناعمه اللي انت بتشتريها جاهزه. نقلبهم كويس جدا مع بعض ولحد ما الرز كله يشرب من الصلصه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. نحط عليهم شويه زيت ونقلبهم كويس جدا بايدينا كده لحد ما الرز يطرى ويشرب من الخلطه بتاعت الصلصه والطماطم اللي احنا عملناها. طبعا الممبار بيحب زي ما قلنا البصل الني والطماطم اللي هي المتقطعه دي، بتديله طعم جميل جدا وتبقى ظاهره جوه الرز كده وجوه الحشوه، بتبقى جميله قوي. نبتدي بقى نحشي. بالنسبه للحشو، لو انت مش بتعرفي تحشي بايديكي بتجيبي تقطعي ازازه ميه، بتاخدي القمع بتاعها اللي فوق اللي هي فيها الفتحه، في الفتحه دي بتركبي الممبرايه وتبتدي تحشي. او لو انت عندك المكنه بتاع البسكويت او مكنه الفرم، بتركبي برضو فيها الممبرايه وتبتدي تشغليها وتحشي بيها. لكن دي اسرع طريقه حشو تقدروا تعملوها. زي ما انتم شايفين كده بنمسكها بصباعينا كده الشمال، ونبتدي ناخد الرز في ايدينا ونحشي بالطريقه دي، ونسحب الرز بالشكل دوت ونبططه، ونحاول ننضف الممبرايه في الاخر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وتبقى نضيف. وبعدين نحطها جنبنا في حله او في مصفى تانية بنفس الطريقه كده. نحشي نمسك الممبار باصبعين كده ونعمل فتحه، ونبتدي نملى الرز بايدينا كده، نسحب بايدينا ونبطط كده، نحاول نخلي الطرفين طبعا دايما فاضيين مفهومش رز، ونبطط كده بالشكل دوت. ما تحاوليش تملي الممبرايه عشان ما تفرقعش منك لما تيجي تسلقيها. وزي ما قلنا لازم الممبار يبقى كله متقطع قد بعضه عشان يبقى شكله جميل جدا، وكمان يستوي كله في نفس الوقت، وفي التقديم يبقى شكله حلو. بنحشي بنفس الطريقه كده، نفتح بايدينا الشمال
فتحة الممبار من فوق، وبايدينا اليمين نبتدي نحشي كده ونسحب بالشكل ده ونبطط زي ما انتم شايفين بالشكل ده. نخلص كل المقدار بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين، لازم كلهم يبقوا قد بعض. انا بوريكم ان هما كلهم قد بعض اهو. خلص بقى المقدار كله بالطريقه دي. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا والله، شكله كده يعني وهو لسه ني شكله تحفه. شايفين احمر ازاي من الصلصه ومن التسبيكه اللي احنا عاملينها. والله ريحته جميله جدا وشكله جميل وتحفه. طبعا احنا حاطين ميه على النار عشان هنبتدي بقى نسلقه. بسم الله ما شاء الله شكله وريحته خطيره. بسم الله ما شاء الله. الصلصة والتسبيكة طبعا جميلة جدا. رحنا على البوتاجاز بقى، ادي المية غليت، هنبتدي بقى نحط لها معلقتين او 3 ملح حسب كمية المية طبعا. وهنبتدي بقى نحط بصل، حطينا كمان فلفل اسود اهوت وورق لورا وكم فص حبهان كده. نبتدي بقى ننزل بالبومبار كده، نمسكه من الطرفين وننزل بيه في الميه، نسقطه في الميه المغليه. هو مجرد ما بينزل في الميه المغليه على طول بيقفل الطرفين على طول. طبعا ما عادش بقى زي زمان كنا بنربطه زمان والكلام من ده، لا. خلاص احنا اتعلمنا وبقينا نعرف ان هو مجرد ما بينزل في الميه بيبتدي يقفل الطرفين. وزي ما قلنا الطرفين دول تحاولوا بقدر الامكان ما يكونوش الرز واصل اللي عندهم، عشان لما يقفلوا الرز ما يطلعش ما يطلعش في الحله وتلاقي الحله كلها بقت مليانه رز. سقط كل الكمية بنفس الشكل كده. اول ما شايفين المنظر، اول ما بتنزل في المية تلاقي الطرف على طول قفل على طول. طبعا الوقت اللي بياخده الممبار في السوا بيعتمد على نوعه وعلى حجمه. لو كان طبعا جملي بياخد وقت كبير جدا، بعديه العجالي، بعديه بقى الضاني ان شاء الله بياخد وقت قليل جدا وبيستوي بسرعة. طبعا احنا حطينا 4 قرون فلفل برضو مع و7 بهارات برضو نفس الكلام حطيناهم مع الميه اللي احنا هنسوي فيها الممبار. شايفين بسم الله ما شاء الله قفل على طول ازاي. شايفين المنظر بسم الله ما شاء الله. والريحه والله العظيم الريحه جميله جدا. نغطيه بقى ونسيبه على النار لحد ما يستوي. هو كده خلاص استوى، خد نص ساعه بالظبط. نبتدي بقى نطلعه من اول ما نطفي عليه النار نطلعه من الميه على طول، من ميه السليق على طول. ما تسيبوش في الميه عشان ما يستويش اكتر ويفرقع منك بالمنظر دوت. طلعه بالمصفى كده ونحطه برضو في مصفى كبيرة تحتيها صينية عشان يصفي المية الزيادة بالشكل ده. خلصنا كل المقدار. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله جميل جدا والله، شكله وريحته كده ما هو محتاج يتحمر. شايفين طري ازاي. لما بتضغطي عليه بقى بايديكي كده بتعرفي ان هو ان هو بقى استوي. وممكن تمسكي من الطرف برده وتشدي الطرف كده، لو اتقطع معاكي بسهوله تعرفي ان هو استوى. هنحط بقى حله على النار ونبتدي بقى نحط فيها الزيت عشان نبتدي نحمر الممبار. وطبعا لازم الزيت يبقى غزير شويه عشان الممبار ياخد يتحمر من كل ناحيه ويبقى كله واخد نفس التحمير ونفس اللون. طبعا تحاولي تخلي النار متوسطة، لا عالية قوي ولا واطية قوي، عشان يستوي كويس ويتحمر كويس. اول ما الزيت يسخن بقى نبتدي ننزل بالممبار في الزيت. نزود شوية زيت عشان زي ما قلنا لازم يبقى الزيت غزير. طبعا احنا حاطين جنبنا في زي ما انتم شايفين الناحية التانية في مصفى، لان احنا هنطلع الممبار على مصفى عشان يصفي طبعا الزيت قبل ما نرصه في طبق التقديم. مهم جدا من الخطوة دي، لازم تطلعي الممبار في مصفى عشان يصفي زيته الزيادة. نبتدي بقى نحط اول دور بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وما بياخدش ثواني في التحمير، بياخد ثواني وتقلبيه على الناحية التانية. اول ما ياخد لون من تحت تقلبيه على الناحية التانية، وبعدين تصفيه تطلعيه بمقصوصة ولا بمصفى كده، وتحطيه زي ما قلنا في مصفى كبيرة عشان يصفي زيته.
طبعا المعروف ان الممبار ده يعتبر مقبلات بيتقدم في المناسبات مع ادي الممبار بتاعنا بعد ما اتحمر. سيبناه برد وبعدين رصيناه في طبق التقديم على فرشه من البقدونس ورشينا فوقيه شويه بقدونس كده كتجميل. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الشكل جميل جدا، كله قد بعضه في الحجم وكله نفس التحمير ونفس اللون وريحته والله العظيم تحفه وطعمه جميل جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. وشكرا اللي وصل معانا لحد هنا. واتمنى بقى اللي لسه جديد على القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده. واتمنى بقى ان انتوا تدعمونا وتعملوا شير ولايك للفيديو، ونشوفكم بقى في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.